انا على ما يرام. طبعا ده الترند اللي ممسوك اليومين دول. انا لما اتسأل الصبح ازيك عامل ايه ما اقولش زي الزفت الحمد لله. انا لما اتسأل الصبح اخبارك ايه ما اقولش هي ماشيه. انا لما اتسأل الصبح اقول الدنيا عامله ايه ما اقولش هي بتزك. انا لما اتسأل الصبح اقول طمني على عيالك اقول الحمد لله كلهم متنيلين. انا لما اتسأل الصبح احوالك الماديه عامله ايه اقول هي بتعرج. انا لما اتسأل الصبح اقول في الحقيقة كل الكلام ده غلط وبيتلخص في كلمتين: الحمد لله. ربنا عز وجل قال لك وقول الحمد لله، وقول الحمد لله. لما تتسأل عامل ايه تقول الحمد لله. سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام لخص لك الموضوع ده وقال لك ان الناس اللي آتت الدنيا بحذافيرها هم اللي كان عندهم الغدا بتاع النهارده والمكان اللي يناموا فيه. وده ملخص الحديث على فكرة، يعني الحديث كامل تقدر تخش تجيبه من على الانترنت. معناها ان من اوتي قوت يوم ولقى المكان اللي هو يقدر ينام ويرتاح فيه، هو كده خد الدنيا كاملة مكملة زي ما قال الكتاب. انما انا معايا فلوس لاخر الشهر وبقعد اتفرج على الماتش والتلاجة فيها اكل وعندي ميه ساقعه ونضيفه، ميه ساقعه ونضيفه، وفي هدمه في الدولاب، وفي هدوم على الشماعه، موبايلي فيه رصيد ومعايا باقة انترنت، وتقريبا معايا 200 جنيه في الفيزا، والدولاب الحمد لله فيه هدوم، وعندي بدل الشوز 2 و3، ومعايا موبايل بشاشة وكاميرا. ولما اتسأل عامل ايه؟ اهي ماشية. السلام عليكم.